واش خبارك بلي البروفايل ديالك هو وجهك في السوشيال ميديا؟ وكنشوف بزاف ديال الناس كيضيعوا بزاف ديال الجهد وديال الوقت في صناعه المحتوى، لكن للاسف ما كيشوفوش نتائج، سواء كانوا باغيين يزيدوا عدد الفولورز ديالهم، يجمعوا ليدز او لا يسوقوا للبيزنس ديالهم. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش تسيطابي واحد الكونت انستغرام بواحد الطريقه اللي صحيحه، باش هكا تقدر تحقق احسن نتائج واحسن جروب. داكشي علاش ما تنساش تخلي سبسكرايب لهذا الشين يوتيوب باش هكا يطلعوا لك الفيديوهات ديالي الجايين. ويلا نبداو في الفيديو ديالنا. كيفاش تسيطابي زعما واحد الكونت انستغرام قبل ما تبدا تكري فيه كونتنت؟ وكاول خطوه خاصك تمشي دير هي تمشي دير واحد اليوزر نيم او لا واحد اسم المستخدم. كاول خطوه غنشوفوا كيفاش بوسيبل انك ديرها. وكاول خطوه غادي تمشي تحل البروفايل ديالك انستغرام، غادي تمشي لايديت بروفايل، ومنين غادي تكليكي عليها غيعطيوك اليوزر نيم. هنا منين غادي تبغي تختار اليوزر نيم، مثلا انا داير هنا عبد الصمد ديجيتال. الحاجه اللي ما نبغيكش دير هي دير واحد اليوزر نيم كيكون مثلا مخربق فيه غير التخربيق، كتلقى فيه شي سميه ما عندهاش معنى، بحال دابا مثلا هاد اش ا اش، فهمتي؟ ما شي سميه ما عندهاش معنى، فهمتي؟ الحاجه اللي نبغيك دير هي دير مثلا واحد اليوزر نيم تكون فيه يا اما السميه ديالك او لا السميه والدومين اللي كدير. بحال مثلا انا داير عبد الصمد ديجيتال، يعني راه دير واحد اليوزر نيم عنده علاقه مع الديجيتال، ديجيتال ماركتين اكسيتيرا. بحال مثلا كريستيانو داير سميتو كريستيانو، او لا ريانا اوفيشال. بالنسبه للقضيه ديال شنو ندير كيوزر نيم، انا كنقترح زعما دير واحد اليوزر نيم اللي يكون عنده معنى. بحال دابا مثلا تقدر دير غير سميتك او سميتك وكنيتك، او دير النيك نيم اللي بغيتي تكون معروف فيه. باش انا اختاريت عبد الصمد ديجيتال، علاش؟ باش نحاول داك اليوزر نيم نخلي فيه ديك ديجيتال، ديك الكيورد عندها علاقه مع النيتش ديالي، مع المجال اللي غندير فيه كونتنت، باش هكا نتناول الالغوريثم. باش داكشي علاش كنت اختاريت بالضبط السميه ديال عبد الصمد ديجيتال. الحاجه اللي ما نبغيكش دير هي دير واحد السميه اللي ما يكونش فيها معنى، بحال دابا اش ا جي اش اس، هنا فهمتي هي تخربيقه. واخا كنشوف بزاف ديال الناس دايرين كونتنت كتلقاه كيكريي كيدير شي سميه اللي ماشي هي هذيك، فهمتي؟ وهذه واحد الحاجه غلط اللي ما خصوش يتدار. من ندوزو للقضيه ديال السميه ما تكونش فيها معنى، حتى ما خصش يكون واحد اليوزر نيم فيه الارقام وشي حروف عشوائيه غير هكاك مخربقين. زائد ما يكونش طويل، مثلا هنا امين فروم كازابلانكا بورن، فهمتي؟ ما خصش يكون واحد اليوزر نيم اللي يكون طويل. مثلا الاسم اللي يكون عنده علاقه بك، هذا مثلا هنا امين طول، يعني امين طويل قصير شي حاجه بحال هكا. مثلا او لا شي يوزر نيم اللي كيكون تيعبر على النيتش ديالك، مثلا امين ديجيتال، فهمتي؟ او لا امين ايكوم، او لا امين سميتو سيلز ولا شي حاجه، فهمتي؟ ديك الكيورد تكون عندها علاقه مع داك المجال اللي غادي نقدم انايا ونحطهم كيوزر نيم. او لا صافي بكل بساطه امين مثلا علاوي سميه وكنيه كنحطها كيوزر نيم وكنخرج من باب واسع كاع الا بغيت. هي لك حريه الاختيار، زعما تقدر تختار اللي بغيتي. الخطوه الثانيه هي خاصك تختار النوع ديال الحساب ديالك، واش بيزنس اكاونت ولا كرييتور اكاونت ولا بيرسونال اكاونت. كما كنعرفوا كاين غير ثلاثه ديال الانواع، ما كاينش شي نوع رابع اللي ممكن تختار. بطبيعه الحال كاين الكونت انك تردو بريفي، ولكن في حاجه انت باغي دير كونتنت ما خصكش دير كونت زعما كونت يكون بريفي، حيت راه عادي ما يكونش كيطلع للناس وكذا وهادي. بعدا كاول خطوه الا كان عندك كونت بريفي غتحاول تردو بيزنس ولا كرييتور ولا بيرسونال، او لا كاع الا بغيتي تخرج عاوتاني من واحد الباب واسع وتسهل عليك كاع الطاسك، كري كونت يكون باقي جديد، يكون يلاه تبدا تورمي بشويه بشويه، باش بلا ما تبقى مضطر ان يكون عندك ديجا داك الكونت انستغرام قديم. يلاه غير خصك تحيد مثلا دوك الفولورز، ولا تحيد دوك الناس صحابك اللي كتهضر معاهم ولا العائله ديالك ولا شي حاجه. داكشي عاد من الاحسن تكريا كونت جديد وتخرج من باب واسع. هنا غادي نشوفوا الاختلافات اللي كاينين في التايب ديال الاكونت. مثلا كما كنشوفوا في البيرسونال اكونت ما كيكونش عندنا اكسي للستاتيستيك، ما كنقدروش مثلا نشوفوا ستاتيستيك شحال الناس تونجاجو معنا، شحال اللايكس. العكس ديال كرييتور اكونت وبيزنس اكونت اللي كنقدروا نلقاو فيهم لي ستاتيستيك باش نحللوا الداتا ديالنا. باش كنقول داتا تنقول الانجيجمنت، تنقول الريتش، تنقول شحال الناس كيديروا لنا فولو، شحال تيدخلوا للبروفايل ديالنا اكسيتيرا. بالنسبه واش يمكن لي انني نبروغرامي لي بوست مثلا باش يبقاو واش دوك لي بوست يبقاو شنو نقول لك، زعما بلا ما نبقى نحتاج انني نبوستيهم مانيوال. راه كاينه واحد الفيوتشر في انستغرام اللي حتى هي دابا نشوفوها كتبروغرامي غير باش يبقى يتبوستا بوحدو. للاسف في الكونت بيرسونال ما كايناش، ولكن في الكرييتور اكونت وفي البيزنس اكونت كاينه هاد الميزه هادي. بالنسبه للاكسس ديال الموسيقى اللي كتكون في الريد في البيرسونال اكونت، يعني يمكن لك زعما تستعمل اي موسيقى بغيتي. في الكونت كرييتور كذلك، ولكن في الكونت بيزنس لا، ما عندناش الحق نستعملوا كاع
الموسيقى داك الشيء علاش بعض المرات الا كنتي داير بيرسونال بيزنس، زعما كنتي داير بيزنس اكونت، ما غاديش تلقى كاع الموسيقى. بعض المرات كتلقى واحد النومبر ديال الموسيقى اللي محدده عليك انستغرام، ما يمكنلكش تستعمل اكثر منه. بالنسبه للاكسس ديال الميتا بيزنس باش انك دير واحد الزر ديال الكونتاكت ولا سوايب اب، ما يمكنش ديرهم في كونت بيرسونيل ولا في كونت زعما اللي كيكون شخصي، ولكن بوسيبل انني نديرهم في كونت كرييتور او لا بيزنس اكونت. بالاضافه لانني نحل البلاتفورم ديال كرييتور ستوديو اللي هي واحد البلاتفورم اللي حطاها ميتا. ما يمكنش نحل فيها بيرسونال اكونت بطبيعه الحال، مخلينا زعما غير الاكونت لي بروفيسيونيل، منهم كرييتور اكونت وبيزنس اكونت. هنا منين شفنا زعما كاع الاختلافات اللي كاينين من ناحيه زعما تايب ديال الاكونت، كيبان لينا زعما بان كرييتور اكونت هي احسن اختيار ممكن دير، حيت غتلقى فيه كاع الميزات اللي غادي تحتاج باش تكري واحد الكونتنت اللي غيكون مزيان. هكذا كما نقول لكم ديما اختاروا كرييتور اكونت. بالنسبه للخطوه الثالثه باش نسيطابيو واحد الكونت انستغرام، هو غير خصنا نكريو واحد التصويره تكون بروفيسيونيل اللي غتعاوننا في البيرسونال براندينغ ديالنا باش الناس يبقاو عاقلين علينا في وجهنا. داكشي علاش من الاحسن نتفادى هاد ثلاثه ديال الاغلاط باش ندير واحد التصويره اللي تكون مزيانه. اولا تكون شي تصويره مضببه ما كيبانش فيها الوجه هكذا، كما قلت لكم راه الوجه مزيان باش يعاوننا في البيرسونال براند، يعني خص تكون تصويره تكونش مضببه ما بينش فيها الوجه ولا شي حاجه. او لا كتلقى مثلا شي واحد حاط فوطو دو بروفايل بواحد الكاليتي عيانه ولا الضو فيها طايح بزاف ما كيبانش الوجه عاوتاني، او لا كتلقاه حاط شي تصويره مدور وجهه اليمين ولا مدور وجهه اليسار ولا مصور من اللور ولا مثلا مصور في البحر، هنا ما غيكونش باين الوجه وما لايقاش اصلا ديك التصويره الفوطو دو بروفايل. ماشي راه خايبه ولكن ما لايقاش للفوطو ديال البروفايل. بالنسبه للحاجه اللي غادي نبغي منك دير باش تطلع واحد الفوطو دو بروفيل اللي تكون بروفيسيونيل، اولا الكاليتي ديال التصويره من الاحسن تكون طالعه. ماشي نقول كاليتي ديال التصويره تكون طالعه ماشي بالضروره انك تصورها بشي كاميرا بروفيسيونيل ولا تصورها في شي استوديو اللي يكون بروفيسيونيل، فقط تحط تصويره تكون بواحد ليكليراج اللي زوين، تكون باك جراوند كاع تقدر تكون سامبل ولا فيها واحد الديكوراسيون اللي خفيفه، المهم يكون فيها الوجه واضح وتقريبا الدواره ديال الفوتو دو بروفايل خصها تكون واخده الماكسيموم، الوجه يكون واخد ماكسيموم ديال ليسباس كما كتشوفوا معايا. بالاضافه تكون واحد الابتسامه في التصويره. كذلك قلت لكم تكون واحد الباك جراوند اللي تكون سامبل. بالنسبه للبايو خاصك تسيطابيها حتى هي، حيت البايو مهمه. هنا غنشوفوا الاهميه ديال الخطوه الرابعه، انها مهم باش تخليك انك تحول واحد الزوار المتابعين او لا واحد الفيور الفولورز. يعني كيفاش مثلا الناس اللي غادي يدخلوا للكونت انستغرام ديالي راه غيخصهم واحد البايو اللي تكون كتشرح شنو كنقدم انا كمحتوى باش غادي نفيدهم، شنو الحاجه اللي غيستافدوا، كيفاش يقدروا يتواصلوا معايا ولا شي حاجه بحال هكا، باش هكذا نحاول نقنعهم انهم نحولهم الفولورز ويفهموني بالضبط شنو كندير. وهنا غادي نشوفوا كيفاش نسيطابيو واحد البايو. الاقتراح اللي غادي نعطيكم هو في السطر الاول ضروري دير واحد الانجاز تحطوا مثلا كسطر الاول، مثلا انا حاط 10 ديال الفولورز في اقل من 3 شهور. مثلا انت كنتي كوتش ديال الفيتنس تقدر تقول لهم درت ترانسفورماسيون مثلا زدت فيها واحد 20 كيلو، او لا كنتي متخصص زعما في فقدان الوزن تقدر تقول لهم طيحت من الوزن ديال مثلا 10 كيلو في ظرف شهرين، دكتوراه في مجال طق او لا شي حاجه بحال هكا. الحاجه الثانيه هي شنو انا كنقدم كمحتوى. مثلا هنا كحاط انايا help you grow and start your business on Instagram، انت تقدر تقول لهم مثلا كنعاونك انك دير دايت، كنعاونك انك تتعلم كيفاش تريني، كنعاون انك كيفاش تنظم حياتك، كنت مثلا كندير استشارات في البيزنس نقدر نقول لهم كنعاونك انك تقروي البيزنس ديالك او تزيد من الشيفر دافير ديالك. مهم على حساب كل نيتش كنحاول ندير انا شنو كنعاون الناس بالضبط، ونحاول نكون دقيق وواضح، جمله واضحه ما تكونش طويله بزاف، ولكن المهم نحاول نكون واضح كما قلت لكم. السطر الثالث تقدر تقول لهم بحال دابا مثلا هنا كنحط انا 50 مليون ديال الفيوز بلس عاون زعما اكثر من 7 ديال لي بيزنس. بوسيبل هنا دير اللي بغيتي، اولا تقدر تقصي هذا السطر وتقول لهم نيشان مثلا كونتاكتي موا ولا مثلا تواصل معايا في الخاص، وتحط مثلا واحد اللينك. من مور داك اللينك كتقدر تكون انت داير مثلا في التحت ديال البايو كتكون داير لينك ديال الباج ديالك او السيت ويب ديالك او واتساب اكسيتيرا، او فين بغيتي الناس بالضبط يكونتاكتيوك.
هنا غادي نكونوا شفنا الخطوات ديال كيفاش نسيطابيو واحد البايو اللي تكون مزيانه. دابا غادي نمشيو عاوتاني للنيم، ماشي اليوزر نيم اللي شفنا قبيله. النيم هنا كما كتشوفوا داير عصام النسائي سوشيال ميديا كوتش اند ديجيتال ماركتر. هاد القضيه هنا علاش بالضبط حطات سوشيال ميديا كوتش اند ديجيتال ماركتر؟ حيت غتعاونني زعما باش انني نبقى نترانكا في مثلا ملي نكتب مثلا شي واحد في السيرش سوشيال ميديا او لا ديجيتال ماركتر او لا مثلا نفترض انني كنت كوتش ديال الفيتنس غندير فيتنس كوتش، كنت مثلا واحد الانسان تريدر غادي ندير بروفيشنال تريدر او لا. هنا علاش؟ حيت ملي كنمشي انا لبلاصه السيرش وكنكتب مثلا ديجيتال ماركترز غيطلعوا لي كاع الناس مثلا اللي حاطين يا اما في اليوزر نيم ديالهم او لا في النيم حاطين مثلا ديجيتال ماركتين او لا حاط ديجيتال ماركتر او لا. داكشي علاش بالضبط انا غادي تعرفوني علاش داير انا بالصمد ديجيتال وعلاش في النيم داير سوشيال ميديا كوتش اند ديجيتال ماركتر باش نبقى نترانكا بدوك السميات. دابا غادي نشوفوا الخطوه الخامسه اللي زعما كاينه باش كيفاش تفعل الخاصيه ديال الفيريفي. هي الصراحه كما كتعرفوا زعما انها كتخلص عليها تقريبا غتعول ما بين 14 دولار حتى ل 17 دولار على حسب الاكونت. كاين شي اكونت كيلقى 14، كاين واحد اللي كيلقى 15، كاين واحد اللي كيلقى 18، ما كيفهم والو. هي صراحه انستغرام ما عرفتش بالضبط، ما قايلينش علاش دايرين هاد القضيه هادي ديال هاد الاختلافات في الاسعار على حساب الكونت، ولكن هي ماشي مهمه. ولكن الا قدرتي تخلص مثلا ولاش انفيستي واحد 15 دولار في الشهر باش انك تزيد من الثقه او انك تفيريفي داك الكونت ديالك بانك راه انت هو داك الشخص بالضبط اللي كيبيع داك الكونت، غيكون افضل واحسن بكثير. بالنسبه عاوتاني ديك القضيه ديال السيكوريتي ديال الكونت غتكون طالعه حيت غادي فيريفي بلا كارت ناسيونال او لا الباسبور. واحد الملاحظه، كاين شي ناس ما غاديش تبغي تفيريفي لهم سميتو بالاي دي اللي هي لا كارت ناسيونال او لا بالبيرمي. علاش؟ حيت الروبو ديال انستغرام ما كيعرفش يقرا لا كارت ناسيونال ديالنا وما كيعرفش يقرا البيرمي. داكشي علاش من الاحسن تفيريفيو بالباسبور. هي راه ماشي ما كدوش كاع بكارت ناسيونال، ولكن كيكونوا بعض المرات شي عراقيل ولا ما كيبغيوش يفيريفيو لك دغيا. المهم الباسبور احسن واسرع طريقه باش تفيريفي الكونت انستغرام ديالك. دابا غادي ندوزو للخطوه السادسه باش نسيطابيو الكونت انستا ديالنا، هو اننا نحطوا واحد الهايلايتس اللي يقدر تكون فيهم مثلا هايلايتس على العمل ديالنا. نقدروا نديروا هايلايتس فيهم تيمونياج ديال الناس اللي يعاونوني في السيلز. نقدر ندير شي هايلايت فيها مثلا النصائح كنعطيهم ولا شي اسئله ديجا كيسولون عليهم الناس نحطهم في الهايلايت باش اي واحد دخل يلقى دوك الاسئله غالبا غيفهم زعما كاين شنو كندير انا. او لا كنقدر نكون ندير واحد الهايلايت اللي كتكون فيها واحد ستوري ديالي او المهم على حسب كل واحد على حسب النيتش ديالو بوسيبل انه يدير، وهو على حسب شنو كيبان ليه زعما شنو اللي خدام وشنو اللي ما خدامش. ولكن مثلا كنت كنبيع واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس، اول حاجه بعدا كنركز عليها لي تيمونياج. هايلايت ديال التيمونياج يكون بعدا اول وحده زعما هذه. عاد ديك الساعه تقدر تزيد واحد اخرين مثلا انبوكسين او لا مثلا شي هايلايتس واحد اخرين او لا هايلايت ديال ستوري ديال البراند كيفاش جات الفكره ولكن اهم حاجه هي التيمونياج باش تعاونني في الثقه على الثقه باش نحاول نبيع السيرفيس او لا البرودوي ديالي. دابا هكا غادي نكونوا شفنا 6 ديال الخطوات باش نسيطابيو واحد الكونت انستغرام من الزيرو ونكونوا جاهزين باش اننا نبداو في الكرياسيون ديال الكونتوني. الا كنتي بصح مهتم بانك تخدم على البيرسونال براند ديالك، زائد انك تكري واحد الشورت كونتنت اللي ماشي غير كيمشي فايرال وكيجيب لك لايكس، انما يعاونك باش حتى تكبر البيزنس ديالك. عندك واحد الحاجه اللي كبيره وزوينه بزاف، عاد لونسي توربو جروث كوميونيتي اللي غتلقى فيها دورات ديطايي على البيرسونال براند واخر الاستراتيجي اللي خدامين في الكونتنت. بالاضافه غيكونوا لايف سيشن معايا ومع الطوب ديال الكرييترز في الدومين. وزيد على هذا الشيء كامل غادي تكون واحد الكوميونيتي برايفيت اللي كنهضروا فيها وكنشاركوا فيها كاع الاراء اللي عندنا. يكونوا مجموعين فيها واحد الكونتنت كرييترز او بيزنس اونرز اللي كاملين عندنا نفس الهدف، وهذا الشيء كامل باش نبارطاجيو الاكسبيريونس وكاع الحوايج اللي غيفيدونا باش هكا نكبروا كامل. وغير باش تعرف هذا الشيء كامل غير واحد 20% من داك الشيء اللي مخبي لكم في وسط هذا الكوميونيتي. بالاضافه الا مشيتي تعلمتي وطبقتي داك الشيء اللي غيكون في هذا الكوميونيتي كون متاكد 100% بانك غادي تحصل على نتائج. بالاضافه على ان كل واحد غيحقق شي نتائج اللي كبار غير ربح معايا اكسس باش يصور الكونتنت ديالو في الاستوديو ديال ارتيسكيب ايجنسي، وانا والتيم ديالي بطبيعه الحال غادي نعاونوه في الانتاج ديال المحتوى ديالو. بركه ما تضيع في الوقت، كليكي على اللينك اللي في الديسكريبسيون، دير جوين ونشوفك تما.